لو أنا خدت مثلًا شكل المربع اللي هارسم بيه الشكل بتاعي، علامة الزائد في النُص زي ما دايمًا بنقول، وعندك العينين على نفس الخط اللي بالعرض، والودان في نفس الخط اللي بالعرض برضه ولكن برّه، المناخير في النُص والبُق تحت، كده أنت رسمت وِش شخصية، بمنتهى البساطة من غير تفاصيل لا للودان ولا للعينين ولا أي حاجة. تعالَ بقى نرسم الشعر. دي بمنتهى البساطة. تعالَ بقى نرسم الفرق ما بين شخص بيعيّط وشخص بيضحك أوي، بيضحك مش بيبتسم بس. تعالَ مثلًا ناخد الشكل الإيه، شكل الكمثرى ده، وهنرسم زيه بالضبط الناحية التانية، علامة الزائد في النُص وعلامة الزائد في النُص. عندي الشخص ده مغمض عينه والشخص ده مغمض عينه. الشخص ده الحواجب معمولة زي 8 والشخص ده الحواجب معمولة زي 8. 8 اللي هي زي ما تكون بتكتب 8 كده. الشخص ده مناخيره في النُص، الشخص ده مناخيره في النُص. نعمل له فتحتين المناخير كنوع من إيه، التفاصيل يمكن تفرق مع حد. الشخص ده بيضحك فهيبقى بُقُّه عبارة عن زي هلال باصص لفوق، هلال باصص لفوق، وأدي الأسنان. ونغمّق العمق بتاع البُق علشان يبان إن في تجويف جوّه. وأدي القوس وأدي القوس. الودان في نفس محاذاة العينين عادي. تعالَ للشخص ده هنعمله بقى بيعيّط، هنعمل بس الودان اللي في نفس محاذاة العينين علشان نخلص منها، وبعد كده عندي البُق بس مش هيبقى هلال كل حاجة، بس مش هيبقى هلال باصص لفوق، هيبقى هلال وباصص لتحت. بس الأسنان اللي تحت بقى هي اللي باينة أكتر. وأدي التجويف بتاع البُق. سهلة؟ تعالَ نزوّد للراجل ده دموع كده لو أنا عاوز بقى أبيّن المعنى أكتر. وبس، وارسم بقى الشعر براحتك بقى لده ولده. تعالَ نخلّي الشعر مختلف، أو نخلّيه زي ما هو مفيش مشكلة، عبارة عن دواير بحيث يبان إنه شبهه أو يبان إن إحنا غيّرنا بس إيه، في طريقة حركة البُق.